كتير. طب احنا دلوقتي الجزء بتاع السوشيال ميديا بندرس فيه ايه؟ بص يا ستي، مجال السوشيال ميديا ماركتنج مجال كبير جدا، بس احنا علشان نعرف نفهم ونطبق الشغل بطريقه مظبوطه هنقسمه ل3 اجزاء رئيسيه. اول جزء معانا هو حاجه اسمها كرييشن اند اوبتمايزيشن، ازاي يبقى عندنا تواجد اصلا بشكل مظبوط، ازاي يبقى شكلنا قدام العميل بشكل بروفيشنال، وازاي نوبتمايز الشكل ده عشان نظهر في جوجل. طبعا جوجل السيرش انجن العظيم بتاعنا، احنا محتاجين نشتغل على السوشيال ميديا بشكل مناسب علشان نظهر قدام العميل اول ما العميل يدخل يعمل سيرش. ده واحد. 2، حاجه مهمه جدا اسمها مانجمنت. المانجمنت هي الاداره، ازاي ابدا اعرض الكونتنت بتاعي على السوشيال ميديا، ايه اهم المواعيد، ايه اهم المعايير اللي ابدا اراعيها وانا بشتغل على السوشيال ميديا. ده 2. 3، جزئيه الاستراتيجي، ازاي ابني خطه كامله على السوشيال ميديا. طبعا جزئيه الاستراتيجي جزئيه مفتقدينها بشكل كبير جدا جدا عندنا في السوشيال ميديا، ازاي ابني خطه كامله اصلا على السوشيال ميديا، وازاي ابدا اعرض الكونتنت بتاعي بطريقه منظمه. ده الجزء الاول الخاص بالسوشيال ميديا ماركتنج. لكن احنا هناخد جزء تاني كده رئيسي ومهم جدا وهيفرق مع ناس كتير، وهي جزئيه الميديا باينج. ازاي ابدا اعمل حملات اعلانيه مموله مستهدفه اقدر احقق بيها اللي انا محتاجه، ازاي احدد الاهداف، ازاي احدد التارجت اودينس المناسب لينا، ازاي ابتدي اعمل ميديا بلان كامله للشغل بتاعنا، ايه بقى اهم الحملات الاعلانيه اللي هبتدي اشتغل عليها، ازاي احدد الجمهور المستهدف المناسب اللي انا محتاج اوصل له. كل ده واكتر هندرسه بالتفصيل في جزئيه السوشيال ميديا ماركتنج، بلس كده عليهم شويه تولز لطيفه هتفرق معاك في شغلك. طب مستر، انا عرفت ان اعلانات جوجل دي مهمه جدا لان مش كل براند مناسب لها سوشيال ميديا، انا محتاجه اعرف ندرس ايه في تراك جوجل. طيب احنا هنا هندرس 3 حاجات في تراك جوجل. اول حاجه بندرس الووردبريس. طب ايه هي الووردبريس دي؟ دي اداه مجانيه بيتعمل بيها لحد النهارده 40% من الويب سايتس اللي موجوده في العالم. طب احنا ليه هنعمل اصلا ويب سايت؟ عشان اصلا نبدا بعد كده في المرحله اللي بعديها. وعايز اقول لك على حاجه، ان هي ووردبريس دي اداه مجانيه وكمان بتخليكي تعملي الويب سايت بدون برمجه خالص. يعني انت لو مش فاهم في لغات البرمجه هتعرف تعمل ويب سايت ناجح. ثم بعد كده يجي شغلنا كماركتير. ثم بعد كده بنبدا نتعلم الاس اي او. طب يعني ايه اس اي او اصلا؟ دي اختصار ل3 كلمات اللي هي السيرش انجن اوبتمايزيشن، ودول بنتعلم فيهم ازاي نظهر في محركات البحث بتاعه جوجل بشكل مجاني تماما. بس دي بتاخد مننا شويه وقت وبتاخد مننا مجهود، وهنبدا نتعلم فيها شويه توبكس مهمه جدا. زي ما ظاهر قدامنا كده هنبدا نتعلم. اول حاجه هنفهم في الانترودكشن معنى الاس اي او، ازاي نشتغل عليه والكلام الجميل ده كله. بعد كده بنتعلم الكي ووردز، ان احنا ازاي نحط كلمات بحثيه تخلينا نظهر في السيرش انجن بشكل مجاني ريليتد بالبيزنس اللي احنا شغالين عليه. بعد كده بنتعلم التكنيكال بتاع الاس اي او، ثم بندخل على الاون بيج، بعد كده التحليلات بتاعه الويب سايت، ثم الاوف بيج او الباك لينكس. ده الحته بتاعه الاس اي او. بعد كده نيجي بقى للحته المهمه جدا واللي هي مش اوبشنال خالص، اللي هي جوجل ادز. بعد كده بندخل على الحته بتاعه جوجل ادز، ودي حاجه مش اوبشنال خالص. ليه بقى؟ لان احنا مش هنفضل مستنيين 6 شهور عشان نبدا نظهر في محركات البحث، احنا عايزين نظهر دلوقتي. فاحنا بنروح ندفع لجوجل عشان نعمل اعلانات عليه ونبدا نظهر في السيرش انجن بس بشكل مدفوع. ودي بتشتغل بنظام البي بي سي. يعني ايه الكلام ده؟ اللي هي الباي بير كليك، يعني نظام جوجل بيحاسبنا بالنقره. تمام؟ ده غير نظام السوشيال ميديا. عشان كده كان سؤالك في الاول مش كل البراندز بينفع تبقى شغاله السوشيال ميديا بس. فعشان كده بنتعلم في التراك ده في جوجل ادز او الاعلانات المموله على جوجل، بنتعلم التوبكس اللي قدامنا على الشاشه دي. بنبدا برضو بالانترودكشن، بنفهم يعني ايه جوجل ادز ونبدا ازاي نعمل الاكونت بتاع جوجل. وبعد كده بندخل برضو على الكلمات البحثيه لان دي حاجه مهمه جدا معانا في تراك جوجل. بعد كده التحليلات، بعد كده الكامبينز بتاعتنا، ازاي نعمل سيت اب للكامبينز بتاعتنا، وبعد كده التحويلات بتاعتنا او الكونفرجن. وبكده تكوني اتعلمتي ازاي تعملي ويب سايت بشكل مجاني بدون لغات برمجه، وازاي تكوني ظهرتي في محركات البحث على جوجل بشكل مجاني، وكمان ازاي تعملي اعلانات على جوجل بواسطه جوجل ادز. طب يا مستر، لو كنت عايز ابقى كونتنت كريتور جامد، ايه اللي المفروض ادرسه عشان اوصل للمرحله دي؟ طيب قبل ما تقول انا عايز ابقى كونتنت كريتور جامد، محتاج تفهم اصلا كتابه المحتوى او الكونتنت رايتنج بتعدي بكام مرحله. طيب الكونتنت رايتنج بيعدي معانا ب3 مراحل. اول مرحله هي الايديا ايفالويشن، او فكره ان انا اطلع افكار للمحتوى بتاعي وابدا اقيم الافكار دي.
طبعا دي بروسيس كامله جدا بتعدي بيها اسمها ايديا جنريشن، او يعني خلينا نقول انت بتطلع بيها افكار للمحتوى بتاعك وتختار بناء على الايديا ايفالويشن او تقييم الافكار دي ايه الافكار الفاليد او الصالحه منها انها تتكتب في المحتوى. دي اول مرحله. تاني مرحله عندنا هي حاجه اسمها الكونتنت فريم، او ان انت تعيد صياغه اصلا الافكار دي جوه المحتوى بتاعك. بمعنى ان انا دلوقتي عايز اكتب محتوى كتابي مثلا زي بوست على السوشيال ميديا، باخد الافكار الكويسه اللي انا اوريدي قررت انها تنفع معايا في المحتوى، وبعد كده اشتغل عليها بان انا ادخلها جوه المحتوى بتاعي. طبعا معايير كتابه المحتوى مختلفه، بتكتب بوست على الفيسبوك غير انستجرام، غير كابشن على تيك توك، كتابه سكريبت الفيديو مختلفه، كتابه سكريبت البودكاست مختلفه. عندنا برضو سيكشن كامل اسمه بلوج بوست والمقالات او الارتكلز. كتابه الارتكلز بتعتمد على كيوردز معينه. دول اول مرحلتين، مرحله الايديا جنريشن وايفالويشن، وبعد كده مرحله صياغه المحتوى بتاعك. ثالث مرحله هي البوستنج. طبعا زي ما قلت لك ان انت وانت بتصيغ المحتوى بتاعك على كل بلاتفورم لازم تراعي كل بلاتفورم نوع المحتوى اللي بينزل عليها ايه. في نفس الوقت البوستنج فريكونسي او عمليه ببلش البوست نفسها على كل بلاتفورم مختلفه. يعني صياغه البوست اللي بيتكتب على فيسبوك ليها معايير مختلفه عن انستجرام، ليها معايير مختلفه عن الويب سايت بتاعك وعن بقيه البلاتفورم. دي ثالث مرحله. احنا في تراك الكونتنت ده هنعمل ايه؟ هندرس بالظبط كل التفاصيل دي وكل المراحل دي بشكل ادفانسد اكتر، نعرف ازاي نطلع افكار اصلا وايه الايديا جنريشن بروسيس اللي بنمشي عليها، وبعد كده نعرف نقيم الافكار دي ونعمل لها فول ايفالويشن، ايه الافكار اللي كويسه بالنسبه لنا وايه الافكار اللي ممكن تكون مهروسه قبل كده او متكرره ما نقدرش نشتغل عليها. ثالث مرحله مرحله صياغه البوستات نفسها وصياغه المحتوى على كل بلاتفورم. رابع مرحله او اخر مرحله معانا وهي مرحله السوشيال ميديا بوستنج او السوشيال ميديا ببلش، ازاي تنزل بوستات على السوشيال ميديا او المحتوى بتاعك اللي جاهز تنزله ازاي على السوشيال ميديا بتاعتك. طب هندرس كده بس؟ لا، كمان هناخد حاجه اسمها الكيورد ريسيرش او عمليه الكلمات البحثيه اللي بنشتغل عليها عشان اطلع محتوى العميل نفسه بيدور عليه. بشوف العميل ايه الكلمات البحثيه اللي مهتم بيها وبيدور عليها في اي مجال، وابدا اخد الكلمات دي وادخلها جوه المحتوى بتاعي، فصيغ المحتوى بشكل بروفيشنال اكتر، بحيث ان العميل اول ما يدور عليا او اول ما يدور على اي محتوى هو حابب يشوفه ابدا اظهر له انا على السوشيال ميديا. طيب ايه تاني هناخده في الدبلومه دي؟ اخيرا وليس اخرا في الدبلومه هناخد حاجه اسمها الاس اي او. الاس اي او ده هناخد الجزء المتعلق بكتابه المحتوى نفسه، ازاي اكتب محتوى يتوافق مع معايير الاس اي او، انواع المقالات اللي بكتبها ازاي تظهر بشكل دوري على الاس اي ار بي او نتائج البحث في جوجل، وايه المعايير اللي بكتب بيها المحتوى بتاعي عشان يبدا يظهر على جوجل او حتى المقالات بتاعتي تظهر الويب سايت بتاعي على جوجل في نتائج البحث الاولى. وفي الاخر هناخد طبعا الاي اي تولز بتاعتنا اللي بتساعدنا في كتابه المحتوى وبتساعدنا نطلع منها افكار، وازاي ابدا اطلع شويه ايديا حلوه كده عن طريق الاي اي زي تشات جي بي تي وجيميناي وغيره. وبعد كده اخر حاجه معانا بنطبق على بروجكت عملي من ارض الواقع عشان نقدر نشتغل في مجال الكونتنت كريتور وتبقى كونتنت كريتور جامد زي ما انت عايز. طب يا مستر، بالنسبه للاي اي، هل في اي اي تولز مثلا تساعدنا في شغلنا؟ الاي اي تولز كتير جدا جدا جدا، واحنا كديجيتال ماركتيرز مهم قوي قوي ان احنا نكون بنواكب التطور وبنستخدم اكتر ادوات خاصه بالذكاء الاصطناعي تقدر تساعدنا في شغلنا. عشان كده في الماستر بتاعتنا بنقدم اكتر من اي اي تول هتساعدك في شغلك بشكل كبير. طبعا من حيث الكونتنت كريشن، من حيث الديزاينز، من حيث الفيديو، من حيث كمان البرزنتيشن. هيفرق معاك قوي ان انت ازاي تتعلم تعمل سوشيال ميديا استراتيجي كامله عن طريق الاي اي، ازاي تعمل برزنتيشن كامله وتقدمها للعميل بتاعك. هيفرق معاك قوي ان انت تعمل ماركتنج بلان او ديجيتال بلان كامله عن طريق الاي اي، ازاي ممكن تخلي الاي اي تولز تساعدك في شغلك. ده توبيك اساسي ورئيسي معانا في الماستر بتاعتنا. طبعا هندرس بقى ادوات كثيره زي تشات جي بي تي، زي جيميناي، زي مثلا انفيديو. طبعا ادوات كثيره جدا جدا مش عايز احرقها عليك، بس هنواكب العصر وهنواكب التطور وهنشوف الاي اي ازاي ممكن يساعدنا في شغلنا. حابه ابدا في مجال الاي كوميرس، اجيب منتجات ويبقى ليها بروجكت خاص بيا، اقدر ابدا ازاي؟ طيب في الاول محتاجه تعرفي يعني ايه كوميرس، ايه تفاصيل الاي كوميرس، وايه الكونسبت نفسه بيبدا منين وبيجي منين، انواع الاي كوميرس ايه وانواع البيزنس موديلز ايه. وبعد كده بعد ما تختاري الموديل المناسب ليكي او البيزنس موديل المناسب ليكي بنبدا نشتغل على حاجه اسمها برودكت بيج كريشن. برودكت بيج كريشن دي يعني انا اقدر اعمل بيج كامله بدل ما اشتغل على السوشيال ميديا مسجنج كامبينز، اشتغل كونفرجن ادز على الويب سايت بتاعي عن طريق ان انا بعمل بيج كامله بحط فيها المنتج بتاعي، الصور والفيديوز بتاعته وتفاصيل المنتج نفسه وسعر المنتج وشويه اوفرز وحركات لذيذه كده في البيج بتاعتنا. وبعد كده ببدا اشتغل على السوشيال ميديا كامبينز بتاعتي اللي هي بكل بساطه بتبقى فيسبوك وانستجرام كامبينز او فيسبوك وانستجرام كونفرجن كامبينز وكمان تيك توك كونفرجن كامبينز. طيب ايه تاني؟ ببدا اعرف ازاي اعمل اصلا برودكت ريسيرش. يعني لو انا ما عنديش المنتج اللي ابدا ارفعه على السوشيال ميديا عندي او ارفعه على الويب سايت بتاعي، ببدا اعرف ازاي بجيب المنتجات دي بكونسبت
بسيط اسمه الدروب شيبنج، او ان انا باخد المنتجات دي من تجار او من فيندورز تانيين وابدا اعرضها عندي على الويب سايت من غير ما اتكلف تخزين المنتج او حتى ادفع فلوس المنتج قبل ما اخده من التاجر ده. وبعد كده فكره الكرييتيف والكوبيز اللي بكتبها في الاعلانات بتاعتي، بلس ان انا باخد فكره الجوجل تاج مانجر او ازاي اربط السوشيال ميديا بتاعتي والويب سايت بتاعي بمشترك كبير جدا اسمه جوجل تاج مانجر، وازاي ابدا استفيد من كونسبت او من تول مهمه جدا اسمها جوجل اناليتكس عشان احلل العملاء بتوعي اللي بيخشوا على الويب سايت وعن طريقهم اقدر اعمل لهم ريتارجتنج او ريماركتنج مره ثانيه. كل ده بلس الميديا بلان المهمه جدا اللي بسعر من خلالها الحملات الاعلانيه بتاعتي وبسعر من خلالها المنتجات بتاعتي، وابدا احدد هامش ربح كويس جدا او ماركب مناسب ليا ولكل منتج بشتغل عليه. وفي النهايه بناخد التولز اللي بتساعدنا الاي اي تولز بتاعت التراكنج زي مايكروسوفت كلاريتي وهوت جار وجي اي 4 وجي تي ام، شويه تولز كده بتساعدني ان انا اتراك الكلاينتس بتوعي او اتراك العملاء بتوعي وابدا احلل سلوك كل عميل على الويب سايت، العميل اللي دخل اشترى، العميل اللي دخل عجبه منتج معين بس السعر مش مناسب فخرج، ابدا اعمل له ريتارجتنج لو انا عامل اوفر بعد كده او حاجه. ده باختصار هي البروسيس او رحله الاي كوميرس، عشان تبدا من شخص لسه مش عارف ازاي يجيب منتج او ازاي يشتغل على المنتج لشخص عنده ويب سايت عنده ستوك ايتمز كويس جدا، بيشتغل في نيتش محترم جدا وفي نفس الوقت بيحقق ربح من البروجكتس دي من غير ما يتكلف تكلفه عاليه في محل او في مكان او في منتجات، ويبدا يبيع الكلام ده كله بتكلفه بس الماركتنج او الميديا باينج اللي بيدفعها.